انتهت المؤامرة والمغامرة التي قام بها يevgeny بريجوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية، وقيامهم بالتمرد المسلح واللي حبس فيها العالم أنفاسه خلال ال 24 ساعة الماضية. أخيرا انتهت هذه المؤامرة على يد الصديق المقرب من بوتين، والصديق المقرب أيضا في نفس الوقت من قائد مجموعة فاغنر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، واللي بيرتبط بعلاقة صداقة مع الجانبي الأزمة من حوالي 20 سنة. راح قابل قائد مجموعة فاغنر وأقنعه بوقف التمرد المسلح ووقف الزحف على موسكو. وطبعا لاستحالة عودته مرة أخرى تم الاتفاق معاه إن هو يغادر ساحة القتال إلى بيلاروسيا. هيتم تجهيز مكان لإقامته هناك عند صديقه ورئيس بيلاروسيا. وبالنسبة لمصير قواته 25,000 مقاتل اللي هي أعضاء مجموعة فاغنر، هيتم عودتهم مرة أخرى لسكناتهم واستئنافهم العمليات القتالية بجانب الجيش الروسي مع ضد أوكرانيا. خروج في الحقيقة يعني أو حل أكثر من رائع بالنسبة لروسيا للأزمة، الأزمة المؤلمة جدا في الحقيقة والصادمة جدا للعالم من جانب ولروسيا من جانب آخر. زي ما قال بوتين النهارده في خطابه للشعب الروسي انها طعنه من الخلف، ووصف عمليه التمرد اللي حصلت من يفجيني بريجوجين. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل للمخابرات الامريكيه علاقه بهذه المؤامره او المغامره اللي قام بها قائد مجموعه فاغنر؟ الكلام ده طبعا سابق لاوانه، لكن لا يستبعد في الحقيقه ان يكون له للمخابرات الامريكيه علاقه او المخابرات الغربيه، وخاصه ان امريكا اعلنت النهارده في يعني في قلب الازمه وفي لحظات حاسمه من الازمه، قالت ان احنا هنؤجل فرض عقوبات على مجموعه فاغنر. ودي اشاره صريحه لدعمها وانحيازها لمجموعه فاغنر ضد الرئيس بوتين. فكل دي اشارات بتؤكد ان هم بيدعموا هذا التمرد المسلح اللي انتهى. ويبقى السؤال الاهم في هذه الازمه الغير مسبوقه، وهي هل سيتم حل مجموعه فاغنر؟ لان اعتقد ان هذا الدرس المؤلم لروسيا سيعيد حساباتها تماما في التعامل مع مثل هذه المجموعه او غيرها من المجموعات القتاليه او الميليشيات. فكره الاستعانه بمرتزقه، لان فاغنر دي مؤسسه سنه 2014، وشاركت زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في سوريا، وشاركت في افريقيا الوسطى في حمايه مناجم الماس، وفي السودان في حمايه مناجم الذهب، ومشاركه في ليبيا، ولها نطاق دولي بتشتغل فيه بما يخدم المصالح الروسيه. اعتقد ان فكره التعامل مع ميليشيات بتنطلق دايما من فكره السحر والساحر. السحر بينقلب على الساحر في فتره من الفترات، وده اللي احنا شفناه في مجموعه فاغنر. اعتقد ويقيني الذي لا يقبل الشك ان بوتين هيقوم بحل هذه المجموعه لاحقا، يعني عاجلا ام اجلا. يقينا هو هيحل هذه المجموعه عشان ما تتكررش هذه المأساة مره اخرى. واعتقد ان هو تاسيسها من البدايه خطا كبير، كان ممكن يلجا الى مجموعات من داخل الجيش الروسي اللي قام بهذه العمليات دون ان يكون في كيان مستقل عن الجيش الروسي. لكن عايز ارجع لبدايات الازمه. سيرجي شويجو اللي هو وزير الدفاع الروسي في الحقيقه في حاله عداء دائم مع يevgeny بريجوجين اللي هو قائد مجموعه فاغنر. والعداء ده يمكن ظهر في اكثر من مشهد قبل كده، لما قائد مجموعه فاغنر اتهم وزير الدفاع الروسي بان هو رفض تزويده بالسلاح، وكان له فيديو بيستغيث وبيقول مش لاقيين اسلحه ولا ذخيره، وهاجم وزير الدفاع هجوم شرس جدا، وتم تدارك هذا الموقف وتزويده بالسلاح واستئناف القتال مره اخرى. برضو من حوالي اسبوعين تقريبا
اتهم وزير الدفاع ان هو بيضرب قواته على ساحه القتال، والكلام ده نفاه الجيش الروسي. لكن السبب الاساسي في المشكله زي ما التقارير الصحفيه الروسيه تحدثت والتقارير الغربيه قالت ان وزير الدفاع الروسي طلب رسميا من قائد مجموعه فاغنر تسجيل كل المقاتلين اللي عنده، عشان يعني يعمل لهم داتا بيز او قاعده معلومات يقوم بناء عليها بمده بالسلاح ومده بالذخيره. لكن يفجيني بريجوجين قائد مجموعه فاغنر رفض ده تماما، واراد ان يحتفظ بغموض وسريه المعلومات الخاصه بمجموعته، وده اللي رفضه وزير الدفاع الروسي، عشان لما يديله سلاح ويزوده بسلاح، السلاح ده يعني عايز يعرف يروح فين وبيجي منين. ودي كان نقطه خلاف رئيسيه اعتقد هي تفاقمت الفتره اللي فاتت وادت الى هذه التداعيات الخطيره. عموما انتهت الازمه ويبقى الدرس، واعتقد ان الراجل اللي هو الطباخ روسي، طباخ الرئيس الروسي، هيعيش حياه هادئه، وخاصه الانسان متقلب وانسان واضح انه مش طبيعي، ودائما مستفز وبياخد مواقف وعكسها. يعني النهارده قال ان احنا بيننا وبين موسكو بنزحف على العاصمه موسكو، بيننا وبينها 200 كيلو وكانها لعبه بلاي ستيشن، متجاهلا ما لروسيا من جيش عملاق وقوات لا تقارن طبعا بقواته بالجيش الروسي على الاطلاق. وقال ان احنا تراجعنا حقنا للدماء، يعني كله كلام غير منطقي على الاطلاق. عموما هنشوف قادم الايام ايه اللي هيتم، لكن العمليات العسكريه استؤنفت من جديد وعلى كل الجبهات في حرب روسيا ضد اوكرانيا، وخاب ظنون الغرب وامريكا بان يحدث انقلاب او تغيير نظام بوتين في روسيا. خلينا نشوف نرصد. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هنا.